السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تحدي المعلومات الرياضية. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ فتحي. تفضل أعطنا كلمة للجمهور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد مساءكم بالخير والعافية. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج التنافسي الرياضي والثقافي. نشكر الأستاذ الصالح على هذه الاستضافة والأخ يوسف، وإن شاء الله نكون قدر التطلعات. الأستاذ يوسف، تفضل أعطنا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الأخ الصالح على هذه الاستضافة الكريمة، كذلك نجد مصر مقابلة الأخ فتحي في هذا المنافسة الشريفة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون على قدر التطلعات بإذن الله. وبدون إطالة على جمهورنا الكريم، نبدأ مع فقرة ماذا تعرف؟ السؤال الأول يقول: اذكر قائمة ريال مدريد للموسم الحالي. كل قائمة 23 لاعب المسجلة لنادي ريال مدريد الإسباني في هذا الموسم. البداية معك أستاذ فتحي. حارس المرمى البلجيكي كورتوا. بنزيما. تشاوميني. كروس. لوكا مودريتش. كامافينجا. فينيسيوس. رودريغو. ألابا. ميليتاو. كارفاخال. أسينسيو. لوكا زيدان. سترايك وان. لوكا زيدان في الدرجة الثانية. يوسف. إيدين هازار. بنزيما. سترايك 2. بنزيما ذكروا يوسف. سيبايوس. لويس فاسكيز. لويس فاسكيز. استنى تقريبا القائمة راح قدار. لاعب بايرن ميونخ ألابا ذكرناه. سترايك 1 ألابا ذكرته ألابا. تقريبا هذا هم الغالبية، هذا هم مزال كاين. ايه. البرازيلي، اللاعب البرازيلي وسط الميدان. 3 2 1. سترايك 3 والنقطة تذهب إلى يوسف. النتيجة 1-0. مازال كاين لينون الحارس الثاني، ناتشو، عدة لاعبين ما ذكرتهمش. مدافعين. السؤال الثاني يقول: اذكر لاعبين فرنسيين لعبوا لريال مدريد أو برشلونة. مش بالضرورة لعبوا ريال مدريد مع برشلونة، اللي لعبوا للريال واللي لعبوا برشلونة هم فرنسيين. نبدأ معك أستاذ يوسف. تيري هنري. الأسطورة زين الدين زيدان. بنزيما. أنطون كريزمان. تشاوميني. هيرنانديز. كاشير. سترايك 1. كاشير. صحيح تيو هرنانديز لعب في ريال مدريد. صحيح. عفوا جمهورنا الكريم. تفضل. صحيح. كامافينجا. إيريك أبيدال. أمتيتي. طرام. ديمبلي. تشاوميني. سترايك 1 تشاوميني قال يوسف. لاعب فرنسي. ترام. سترايك 1 قالوا ترام. 3 2 1. سترايك 2 فتحي. فاران.
3 2 1 سترايك 3. والنتيجة 2-0 لصالح يوسف. السؤال الثالث يقول: اذكر الأندية التي فازت برابطة أبطال أوروبا من 2005 إلى يومنا هذا، بدون ترتيب. الأندية التي فازت برابطة أبطال أوروبا. تفضل. سنة 2005. ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد، نادي تشيلسي، توتنهام، سترايك 1. توتنهام لم يفز الحال. بايرن ميونخ، دورتموند، دورتموند لعب نهائي مع البايرن في 2013 ولم يفز. سترايك 2 يوسف. أسي ميلان، AC ميلان. انتر ميلان، انتر صحيح. برشلونة، برشلونة. جوفنتوس، جوفنتوس لم يفز. وسترايك 3 يوسف، والنقطة تذهب إلى فتحي. النتيجة الآن 2 ليوسف 1 لفتحي. السؤال الرابع يقول: اذكر التشكيلة الأساسية لنهائي كأس العالم 2022 بقطر التي جمعت بين فرنسا والأرجنتين. التشكيلة الأساسية فقط. تفضل أستاذ محمد. كورتوا. سترايك 1. سترايك 1. التشكيلة الأساسية هيغو لوريس. الأستاذ يوسف. مسموح. أي مسموح. إلغاء السترايك. هيغو لوريس. بابي، هيرنانديز. ثيو هيرنانديز. جيرو، عثمان ديمبلي. تورام دخل بديل. سترايك 1 قلنا التشكيلة الأساسية فقط. أنطون كريزمان. تشاوميني أساسي. ديبول في في الأرجنتين. أساسي. ميسي، أكونيا. سترايك 1 أكونيا ما لعبش هذه المباراة للأسف. ماكاليستر، ديبول مذكور. وسترايك 1. سترايك 2 فتحي. الفاريز، حارس المرمى تاع الأرجنتين، نسيت الاسم تاعو. عارفين باللي كاين جوال آخر. استنى نفكر. 3 2 1 سترايك 3 فتحي، والنقطة تذهب إلى يوسف. النتيجة 3-1. السؤال الخامس يقول: اذكر الدول التي استضافت كأس العالم من قبل. كاين دول يعودوا استضافوا 2 دول مع بعضهم، اذكروا دولة واحدة فقط ودولة ثانية تحتسب بنقطة. البداية مع الأستاذ يوسف. قطر، قبلها روسيا، مونديال روسيا. قبلها البرازيل، قبل البرازيل لا يهم ترتيب على كل ما حال. يهمش ترتيب. فرنسا. جنوب افريقيا، 2010. المكسيك في أمريكا اللاتينية 86. كوريا الجنوبية واليابان 2002. كوريا الجنوبية واليابان. من الأفضل تذكر الدولة، كان يقول اليابان ولا كوريا. تفضل. معليش عادي. الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال أمريكا 94. فرنسا 98. سترايك 1 يوسف. فرنسا ذكرها الأستاذ فتحي. إنجلترا 66 على ما أظن. ألمانيا 2006. ألمانيا. الأوروغواي. إيطاليا. 3 2 1
سترايك 1 فتحي. انجلترا. سترايك 2 انجلترا. ذكرها فتحي. اسبانيا. اسبانيا صحيح. 82 من موقع. حمد خوخون. وقعت خيخون. شنو الزال خلاص. الزال. كندا ما استضافتش كاس العالم. سترايك 3 والنقطة تذهب إلى فتحي. النتيجة 3-2. مازالت الباراغواي على كل حال. الباراغواي استضافت. ونهاية الفقرة الأولى بفوز يوسف بنتيجة 3-2. معلش الفقرة الثانية بالك نعوض فيه إن شاء الله. الفقرة الثانية وهي فقرة جاوب في 30 ثانية. البداية مع السؤال الأول. كم نادي بحرف الآر تستطيع أن تذكر في مدة 30 ثانية؟ يوسف. نادي اسباني ولا اي نادي؟ أي نادي 4. أوروبي على كل حال. 5. 6. 7. 7 تقدر تعطي له 7. أبدأ. ريال بيتيس، ريال مايوركا، ريال مدريد، ريال سوسيداد، رايو فالكانو، رينجرز، سبوينه. الوقت شوف الوقت. ريال مايوركا. ريال مايوركا ذكرته. ونهاية الوقت والنقطة تذهب إلى يوسف. النتيجة 4-2. روما. السؤال الثاني يقول: كم نادي إنجليزي تستطيع أن تذكر في مدة 30 ثانية؟ فتحي. 5 أندية. 8. 10 أندية. 10. 12. 14. 16. 17. 18. 18. وأبدأ. ليفربول، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، برينتفورد، برايتون، نيوكاسل، ساوثهامبتون، ولفرهامبتون، أستون فيلا، ليستر سيتي. زال 18. إيفرتون، ويست هام، برينتفورد. ذكرت برينتفورد. نوتنغهام فورست. نوتنغهام فورست، أستون فيلا. ذكرت ويست هام. انتهى الوقت والنقطة تذهب إلى فتح. نيوكاسل. ذكرت. ساوثهامبتون. ذكرت. السؤال الثالث يقول: كم ديربي إنجليزي تستطيع أن تذكر في مدة 30 ثانية؟ ديربية الإنجليزية التي تلعب في هذا الموسم. الموسم الحالي فقط. تفضل. 4 ديربيات. يوسف. 5. 6 ديربيات. 6. 7. توقف أنا عد 6 ديربيات. تعطي له؟ نعطي له أبدأ. مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، إيفرتون، ليفربول، أرسنال، توتنهام، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، أرسنال، ويست هام، تشيلسي، ويست هام، توتنهام، ويست هام. 8 مرات. كم خليتك؟ فولهام، تشيلسي. والنقطة تذهب إلى يوسف. النتيجة الآن 5-3. السؤال الرابع يقول: كم منتخب شارك في كأس العالم قطر 2022 تستطيع أن تذكر في مدة 30 ثانية؟ فتحي. 5 منتخبات. 10. 12 منتخب. 14. 17. 17. أبدأ.
في افريقيا كاينه مصر مصر نعاونك الجزائر تونس المغرب نيجيريا السنغال نيجيريا ما كانش غانا احسب معايا كاميرون الكاميرون السنغال ذكرتها من قبل استنى في لا وأن نهاية الوقت والنقطة تذهب إلى يوسف. النتيجة الآن 6-3. نقول لك تاع افريقيا كلها منتخبات كاع السنغال مصر الجزائر. السؤال الخامس والأخير: كم مدرب درب ريال مدريد تستطيع أن تذكر في مدة 30 ثانية؟ بداية معك يوسف. 4. 5 مدربين. ريال مدريد 6. 7 مدربين. 7 مدربين لريال مدريد. 8. تفضل 8 مدربين. أبدأ. أنشيلوتي، زيدان، مورينيو، بينيتيز، لوبوتيغي، سولاري موجود. برلسكوني، ما كاينش برلسكوني ديال بوسكي بينيتيز قلتو. مورينيو ما قلتوش. مورينيو هم 8 ولا لا؟ بزل واحد. مورينيو. وانتهى الوقت. النقطة تذهب إلى فتحي والنتيجة تصبح 6-4 ليوسف. الفائز في هذه الحلقة يوسف. شرفتونا بهذه الحلقة، كانت شيقة وكان التنافس فيها ممتع، حتى وإن كانت الأسئلة صعيبة على كل حال، ولو أسئلة فيها وعليها على كل حال. وإن شاء الله نكون قد نلنا إعجابكم في هذه الحلقة. اللي عنده كلمة ختامية يتفضل يقولها. شكرا جزيلا، يعني مبادرة جد حسنة ويعني وفيها تنافس ثقافي ورياضي، ونشكر الأستاذ الصالح على هذه المبادرة، وإن شاء الله في أيام قادمة إن شاء الله يكون فيها حلقات جديدة مثيرة وشيقة إن شاء الله يا ربي. أستاذ يوسف كلمة ختامية ولا؟ نشكر الأستاذ الصالح على هذه الاستضافة الكريمة، كذلك منافسة كانت جد شيقة ومشوقة مع الأخ فتحي، ونتمنى الأستاذ الصالح المواصلة على هذا المنوال. شكرا جزيلا، الله يعطيكم الصحة. في الأخير ما عندي ما نقول لكم، ما تنساوش به دعمونا باشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.